حواليها حلو جدا، تحتوي اللي حواليها. ست شيك جميله، نموذج مشرف لنجمه يعني دي فعلا تحس انها نجمه داخله، مش محتاجه كلام في التعامل، في الاخلاق، في الاسلوب، في الاداء، في كل حاجه. فاستفدت منها ان انا خدت كل خبرتها في معامله الناس وفي شياكتها، وبسيطه في نفس الوقت. ما تحسش ان هي قدامك واحده متكلفه وانا نجمه بقى وانا عايشه من غير ما تقول انا نجمه. اسلوبها لا، بسيطه، تحس انها واقفه زيها زي او اقل. فهي التواضع ده بتاعها لا يعني انا حبيتها بصراحه قوي قوي. بالنسبه للافلام على الدراما طبعا انت واجهت 3 اعمال، وطبعا لما فنان بيبقى متشاف والناس متابعاه وبيتواجد بكثره كده في الدراما، بيأهله المفروض ان هو يبقى يدخل بقى في السكه اللي هي بيعتبروها تاريخ الفنان السينما. ايه المشروع اللي اتعرض عليك الفتره الاخيره، ولو ما فيش انت خطوات سنينه محددها ازاي بالنسبه للسينما؟ انا يمكن بعد ما خلصت لسه ما فيش حاجه بينه واضحه قصادي في السينما. كان مؤلف فتحي الجندي يعني ان شاء الله في مشروع بروجكت ما بيني وبينه لسه تحت التحضير. بس لسه ما اعرفش اي حاجه، يعني ما اعرفش اي داتا عنه. وقلت له خلاص يعني استاذ فتحي اول ما الدنيا تظبط نقعد نتكلم فيه. ما تعرضش عليه يعني حاجه لغايه دلوقتي، بس انا فعلا ناويه اتجه للسينما شويه لان انا بحب السينما. انا عارفه ان السينما تاريخ وانا كمان حباها يعني بعيدا عن الدراما، بس انا عاوزه لما اتقدم فيها اتقدم بشكل كويس، مش ابقى موجوده وخلاص. انا اتعرض عليا قبل كده حاجات سابقه بس موجوده وخلاص، لا. لازم اختار المخرج اللي انا هبقى معاه ان شاء الله، ولازم هختار ال يعني عاوزه اتعامل مع ناس ما احسش ان انا بقل، يعني عاوزه ازيد. انا بتمنى ان انا اشتغل مع الفنان النجم الكبير احمد السقا، لان هو على المستوى الفني انا بحبه جدا. الراجل ده ما بيعملش حاجه وحشه، يعني ما عندوش حاجه اسمها في الاوبشن بتاعه انا هعمل عمل اي كلام ايه. انا هعمل عمل تجاري عشان ادخل الم فلوس. ما عندوش الاوبشن ده. انا هعمل الاثنين، هجيب فلوس وهعمل هعمل موضوع محترم ما يشنيش وما اعملش فيه فساد في المجتمع، ومش بلطجه ومش فتوه ومش انا اعلى ايرادات ومش انا اعلى حاجات. لا، الراجل ماشي باحترام ومهذب وماشي بطريقه نجم. فانا احمد السقا بالنسبه لي هو النجم، نقدر نقول قدوه محترمه للشباب يقتدوا بيها بصراحه. بالنسبه للمخرجين في السينما بتحب تتعاونوا مع مين بالنسبه لايه؟ بحب اتعامل طبعا مع شريف عرفة، مخرج شريف عرفة. ده كده ناقص الورق. ونفسي اتعامل مع مروان وحيد حامد. نفسي اتعامل مع والله مخرجين كتير قوي. يعني انا بحب شغل معتز التوني، المخرج معتز التوني. بحب نفسي اتعامل مع ناس كتير. بس انت قلت الاستاذ فتحي الجندي، يعني انا من متابعتي ليه تقريبا ما عملش سينما. ده ممكن لو المشروع ده صح كده ولا انا؟ ما هو ما عملش. ده هيبقى اول مشروع. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. مش خوف شويه وقلق من ايه؟ من ناحيه مخرج الفيديو ليه؟ طب ما هو لا طب ما هقول لك حاجه. مؤلف احمد عبد الفتاح بيعمل مسلسلات قويه جدا، وبرده بيعمل افلام حلوه جدا قويه جدا، وهو اللي عامل عمر وسلمى، وهو اللي عامل يعني ملهاش علاقه. المؤلف بيكتب هنا بيعرف يعني ايه فيلم. هو في الاول وفي الاخر كاتب، مش تخصص بقى دراما او بتاع، لا يعني هو في النهايه مؤلف.